تخيل إنك ماشي في وسط صحراء، لا بشر ولا بيوت ولا حتى طير بيعدي، وفجأة تسمع صوت جاي من السماء. مش صوت رعد ولا برج، ده صوت واحد بيكلم السحاب وبيقول لها اسقي حديقة فلان. السحاب سمع وفعلا راح يسقي الحديقة دي بالاسم. طب مين فعلا ده؟ وإيه اللي عمله علشان ربنا يبعت له رزقه مخصوص؟ ركز معايا في القصة دي لأن فيها سر كبير ممكن يغير حياتك كلها. صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولايك للفيديو وشيروا الفيديو علشان غيركم يستفيد من القصة والعبرة العظيمة دي. الرسول صلى الله عليه وسلم حكى لصحابته عن راجل كان ماشي لوحده في صحراء واسعة، وفجأة سمع صوت جاي من فوق السحاب بيقول اسقي حديقة فلان. الراجل وقف مذهول، يعني ايه سحابة بتنادي باسم بني آدم؟ يعني السحابة نازلة برسالة خاصة لإنسان واحد بس. السحابة فعلا اتحركت وراحت ناحية الأرض، ونزل منها المطر كله في مجرى مية واحد. والراجل مشى ورا المية عايز يعرف هتوصل لفين. وهو ماشي لقي راجل في حديقة واقف وبيحول المية بإيده، مش قاعد مستنيها توصل، ده واقف بيشتغل ويتعب علشان يوزعها صح. الراجل قال له يا عبد الله، اسمك ايه؟ فرد عليه وقال له نفس الاسم اللي سمعه في السحابة. الراجل وقتها اتأكد إن هو ده نفس الشخص اللي ربنا بعت له رزقه من السماء. قال له طب ليه بتسأل عن اسمي؟ رد عليه وقال له أنا سمعت صوت في السحاب بيقول اسقى حديقة فلان، وكان اسمك، فقلت لازم أعرف أنت مين وإيه عملت علشان توصل للدرجة والمكانة دي. الراجل ابتسم وقال له طالما عرفت يبقى لازم أقولك، أنا كل محصول بيطلع من أرضي بقسمه تلات تلاتات، تلت لله بطلعه صدقة، وتلت ليا والأولادي بنعيش منه، والتلت الأخير برجعه للزرع علشان يكمل الخير. شفتوا؟ السر مش في الزرع ولا في الأرض، السر في النية، والنية كانت صافية لله جل وعلا. الراجل ده ما استناش يكون غني علشان يتصدق، ما قالش هتصدق بعد ما اخلص مصاريفي، ده من اول لحظة حط قاعدة لحياته: ربنا ليه التلت وانا وعيالي ليا التلت، والزراعة تكمل بالتلت التالت. فلما ربنا شاف كرم العبد ده بعت له رزقه مخصوص من السما بالسحاب، وقال له قدام الناس كلها اسق حديقة فلان. الصدقة مش بس مال، الصدقة بركة. الصدقة بركة. الصدقة سبب في فتح أبواب الرزق. الصدقة بتحفظك وبتحفظ صحتك وعيالك وشغلك وكل حاجة حلوة في حياتك. عاوز ربنا يسقي أرضك من فوق 7 سماوات؟ عاوز سحاب الرزق يقصدك أنت من بين الملايين؟ ابدأ دلوقتي حتى ولو بجنيه، بس خليه لله، خليه من قلبك، وحط نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. لو عجبتك القصة ما تنساش تشارك الفيديو مع غيرك، واعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشوفكم إن شاء الله في قصة جديدة وحكاية جديدة. بنشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.